نتيجتين، نتيجة التعادل 0 لمثل تكفي المنى. هناك غيابات او اختيارات تقنيه لواحد الغيب عن اللقاء الذهاب باكامبو سيدريك رقم 17 ومبيبا تشوندا واكولو وكذلك العميد بوكاني. فرصه خطيره، كانت تسديده خطيره للمنتخب الكونغولي بواسطه لاعب امامنا موكوكو ديو ميرسي. هذا لاعب فريق الدفاع الحسني الجديد اللي كيعرف الكره المغربيه بشكل كبير. لاحظوا تسديده تمريره طويله في اتجاه اللاعب ايوب الكعبي. فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي، خصوصا بانه الحال ضحيد هاديوزيتش، خصوصا بان الكونغو هو اللي وقف سلسله الانتصار. هذه فرصه اللي نزل على مدينه الدار البيضاء، الملعب مبلل شيئا ما. الاخيره الكاميرون 2021 في الوقت كنتابعوا النظرات على المراوغه دائما من الجهه اليمنى. تسديده قويه كانت خمس في الوقت اللي تابعت المحاوله. ايوب الكعبي، ايوب الكعبي محاوله دخول، فرصه ممتاز ممتاز ايوب الكعبي، الدخول داخل المنطقه. نسجلوا هدف ان شاء الله. تمريره من اشرف حكيمي، فرصه تسديده ولكن الكره داخل منطقه الجزاء بالفعل. تلعبت الكره البحث على ايوب الكعبي ولكن التمريره هذه فرصه الاول لفائده المنتخب الوطني المغربي أناحي وسط لاعب عز الدين أناحي بتسديده لا تصد ولا ترد. هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي، وفرحه كبيره للجماهير المغربيه الحاضره بالمركب الرياضي محمد الخامس واكيد في كل البيوت المغربيه وداخل وخارج ارض الوطن. هدف ممتاز لفائده المنتخب الوطني المغربي بهذا الهدف اللي كيجي في توقيت مسمي. ورقه اللي رمى بها واحد هاديوزيتش كانت صراحه رابحه، ما يعطيش ورقه صفراء في اول تدخل ديالو. بالفعل تدخل الدفاع، وصلت الكره لعز الدين أناحي بتسديده زاويه داخل منطقه الجزاء الراسيه. حذري ياسين بونو، كان هناك خطا بالفعل، كان هناك خطا على الحارس ياسين بونو. كان ارتقاء، كان تواجد امامنا المدافع ليوندام كريستون. حكم في الوقت اللي كان كذلك المنادات على كما قلت المنتخب الوطني المغربي يسعى. كان لعب سكوك موراكوشي هو اللي كان في الحراسه، شد الكره خارج الخط ديال المرمى، دفعوه دخلوه بالكره ديالو. الحكم مشى تيجري واعلن على هدف، وهذاك هو اللي اقتنم كاس العالم ديال 94 بالفعل. وهذه كانت كلها كاين ذكريات في لقاءات اللي جمعت المنتخبين، المنتخب الوطني المغربي ومنتخب كونغو الديمقراطيه. في الوقت اللي 96 كانت نتيجه كبيره للمنتخب. كنعرفوا القيمه ديال حارس المرمى، الثقه اللي كيعطي اللاعبين، شرط لفائده المنتخب الوطني المغربي. خروج الحارس ياسين بونو يتدخل كبيره، بين واحد التركيز كبير. ياسين بونو بالفعل، ياسين بونو بنفس الحضور وبنفس القتال دائما ديال لاعب ويسا يوان. حذري كره عرضيه من جول ديال مبيبا تشانسل، كره طويله في اتجاه لاعب طارق السوداني. فرصه الهدف الثاني، الهدف الثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي. طارق السوداني وقع ذهابا ويوقع ايابا. هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي. كل بروده طريقه عالميه بالفعل. طارق السوداني ينجح في وضع الكره في الشباك. فرحه كبيره للجمهور المغربي الحاضر هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس. طارق بها حتى انه لما لا اضافه اهداف اخرى لحسم المباراه والتاهل. انطلقت الجوله الثانيه كما قلت بان كاينه حراسه. هذه فرصه طارق السوداني، فرصه المغربي بواسطه عز الدين أناحي ممتازه. غادي يعمل طارق السوداني تمريره، فرصه هدف ثالث لفائده المنتخب الوطني المغربي مرة أخرى بواسطة عز الدين أناحي اللي كيتمكن هدف جميل من وضع الكرة في الشباك. فرحة كبيرة للاعبين والطاقم التقني وللجماهير الكبيرة الحاضرة، وكذلك أكيد الجمهور المغربي في كل البيوت داخل وخارج أرض الوطن. هدف ثالث لفائدة المنتخب الوطني المغربي وعز الدين أناحي مرة أخرى. فرصة الهدف الرابع يضيع. هدف رابع كان قريب من المنتخب الوطني المغربي. طارق السوداني وكذلك على المباراة في الوقت الانطلاقه ديال عز الدين أناحي فرصه أشرف حكيمي ينجح في وضع الكرة في الشباك، وهدف رابع لفائدة المنتخب الوطني المغربي. المنتخب الوطني المغربي ينجح في تسجيل هدف رابع بطريقه ممتازه، واللي كتبين السيطره التامه ديال العناصر الوطنيه وديال المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا الفرحه الكبيره بمدرجات المركب الرياضي محمد الخامس الذي يعيش حدث كروي.